يوما باقتناء سيارة خشبية تجوب الشوارع، فكرة استطاع تحقيقها الشاب طه من تل عفر، والذي يمتهن مهن عديدة منها النجارة والحدادة وأعمال البناء، إذ أنه قام بتصميم وصنع سيارة خشبية على هيئة أرنب ومن مواد محلية ومقتنيات بسيطة، وبمساعدة أفراد عائلته وأصدقائه. قمت بصناعة هذه السيارة لأني كنت دائما أفكر بعمل شيء مميز، حيث صممتها على هيئة أرنب من المواد البسيطة المتوفرة في الأسواق المحلية من الخشب المضغوط، وبفترة لم تتجاوز 8 أشهر، وبإمكانيات بسيطة بمساعدة إخوتي وأصدقائي، إذ أنني قمت في بداية العمل بصنع المقود من الخشب الخالص وبشكل دائري، وفي النتيجة تشجعت لإتمام باقي الأجزاء. أولا جاءت الشخص قمت بدوري بتهيئة المحرك كوني أعمل ميكانيكيا، وقد كان المحرك متوقفا تماما عن العمل. السيارة الخشبية التي تجوب شوارع مدينة تل عفر أدخلت البهجة والسرور على قلوب الأهالي، والتي ستصبح قريبا سيارة خاصة للأعراس، حيث سيقوم طه بمنحها أيام الزفاف لمن يرغب أن يكون يوم عرسه مميزا. طبعا للأعراس كيف منذ أن قررت العمل بهذه السيارة فكرت بأن تكون سيارة أعراس، كنت على يقين أنها ستكون جميلة ومميزة، وأهالي المدينة أعجبوا بها كثيرا، ودائما يلتقطون الصور عندما يشاهدون السيارة. الدافع إلى الابتكار وصنع الأشياء الجديدة هي الطاقة المكنونة بداخل هذا الشاب، والتي ترجمها على شكل سيارة جميلة. لقناة العراقية الإخبارية، نبيل داود، تل عفر.